على موجات الشباب والرياضة. لما الشباب يتكلم لازم نسمعه، نحاوره ونناقشه. بس الشباب لازم يتكلم. لما الشباب يتكلم مع انتصار غريب. عزت يسري، انت خريج سياحه فنادق يا عزت. طيب الجو العام في البلد اليومين دول والارهاب والمسائل دهيت مش قلقاك شويه؟ انا حضرتك قلقاني جدا جدا جامد قوي. قلق كل المصريين في بيوتها، قلق امي، قلق اختي، قلق اهم حاجه الامهات كلها والبنات، قلقانه كلنا جدا. الجيش بيموت على الحدود، كل ده بسبب الاخوان المسلمين. هم مش مسلمين بس مش مسلمين. رغم كده انا جمعت الشباب الثوريين. انا شاب من شباب الثوره، من ثوره 25 يناير. ثوره 25 يناير دي ثوره كملت 30 يوليو وهنكملها برضو. شباب، فكره الشباب جت. كلنا هنجمع توقعات. التوقعات دي بتتكلم ان احنا الاعدام قيادات الاخوان، اعدام قيادات الاخوان اللي بتتصل بتركيا وقطر، بتديهم فرصه ثانيه اللي هي تنزل في الشارع تعمل قنابل وتموت الناس المدنيين اللي مش لهاش ذنب. جميع المحافظات بتموت الداخليه، بتموت الجيش. عشان كده قررنا الشباب كلها، كل الشباب الثوري هنجمعهم وهننزل بحمله قويه. هنسميها اي اسم، لسه ما عرفناش هنسميها ايه، وهنقدمها للنائب العام. لو النائب العام ما سمعناش خلاص كده. توقعات زي تمرد مثلا؟ زي تمرد. هي زي التمرد بالظبط. اصل انت تطالب بالاعدام لا بتفعيل القانون بقى. ما حضرتك لغايه دلوقتي او محاكمات ثوريه مثلا. في محاكمات ثوريه، ما فيش محاكمات ثوريه لغايه دلوقتي اتخذت. ما فيش ولا حكم، ما فيش عندنا قانون. ما هو مبارك اهو. اصل انت هتعدمه لازم عن طريق محاكمه. ما عن طريق محاكمه. ما مبارك لغايه دلوقتي لسه ما اتحكمش عليه اساسا، وولاده لسه ما اتحكموش عليه. لسه النظام اللي احنا شلناه بثوره 25 لسه ما اتحكمش عليه لغايه دلوقتي. مبارك اهو فرحتي خارج. يعني انت بتطالب بقوانين جديده ثوريه ترقى لمستوى مثلا احلامك انت في ان انت دول يتحاكموا كويس؟ انا نفسي محاكمات عسكريه. اي حد يخرب البلد، واي حد يعمل قنابل، واي حد يموت روح ربنا هو اللي خالقها، محاكمات عسكريه فعلا. الحكم العسكري هيخافوا اي واحد من الارهابيين اللي بتموت جيشنا في سيناء، هيخافوا يعملوا كده تاني. لما الشباب يتكلم مع انتصار غريب. على موجات الشباب والرياضة. لما الشباب يتكلم لازم نسمعه، نحاوره ونناقشه. بس الشباب لازم يتكلم. لما الشباب يتكلم مع انتصار غريب. هشام حبرير، باحث في العلوم السياسية، عضو تنسيقية 30 يونيو اللي بتجمع ثوار 25 يناير والموجة الشهيرة طبعا الأخيرة ليها وهي 30 يونيو. فكرتك للعدالة الانتقالية، انت عندك كده تصور خاص بيك. احنا الازمة اللي احنا بنعيشها في مصر دلوقتي وسبب تأخر الثورة وان هي ما قدرتش توصل للحكم، فكرة ان احنا ما التزمناش بموضوع العدالة الانتقالية من ساعة ما اتعملت حكومة الببلاوي حتى هذه اللحظة. في وزير للعدالة الانتقالية لكن ما فيش قوانين موجودة على ارض الواقع. احنا محتاجين نعمل مصالحة رقم واحد مع الشباب، مش مع الاخوان ولا مع قيادات الحزب الوطني. الاعلام كل يوم بيتكلم عن مبادرات للصلح بالنسبة لرجال الاعمال
سواء بتوع الحزب الوطني او قيادات الجماعه كل شويه تطلع لنا مبادره، ومفيش حد فكر في مبادره يعملها مع شباب الثوره اللي مرميين دلوقتي في السجون. فده جزء مهم جدا، لابد من عمل مصالحه ما بين شباب الثوره ووزاره الداخليه عشان تستقر الاوضاع. النقطه الثانيه، لابد من محاسبه كل من افسد، ومش فكره ان هو قتل او ما قتلش، لا، في على افساد الحياه السياسيه نفسها وعلى افساد العقول اللي كانت موجوده. مبارك ما بيتحاسبش حتى هذه اللحظه بالتهمه اللي يستحقها، زي ما مرسي ما بيتحاسبش بالتهمه اللي يستحقها. مرسي بيتحاسب على القتل عند الاتحاديه، ومبارك بيتحاسب على القتل يوم 28، برغم ان ده مش الواقع اللي هو يستحقه. لابد من محاسبه مبارك على ان هو اعاد جماعه الاخوان المسلمين وساهم ان هي توصل للي هي فيه، عمل معاهم صفقات، دي تهمه. كل حكم هياخده مرسي لابد انه ياخده مع مبارك. الجزء الثاني في قوانين العداله الانتقاليه ومهم جدا، هي الجزء المختص بالعداله الاجتماعيه. احنا عندنا بسبب النظامين اللي فاتوا في عمال تركت مصانعها وفي فلاحين تركوا اراضيهم. محتاجين ان احنا دلوقتي في ازمه زي اللي موجوده في سيناء، ان الناس دي تبتدي تتوطن، العمال اللي ما لهمش شغل يمسكوا شغل في سيناء، وفي نفس الوقت الفلاحين اللي موجودين في مصر هنا دلوقتي بلا اراضي يروحوا يستصلحوا في سيناء كظهير ليا موجود. ده جزء من العداله الانتقاليه. بدون النقط الرئيسيه ديت وبدون قوانين تحاسب الناس ديت مش هنقدر نوصل لحاجه. لما الشباب يتكلم مع انتصار غريب.